السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله سمبوسك اقتصاديه جدا. هنعمل سمبوسك بالجلاش، طعمها نفس طعم عجينه السمبوسك بالظبط، بل يمكن دي افضل بكتير لانها بتفضل محافظه على القرمشه بتاعتها فتره طويله جدا. مش بس كده، كمان الجلاش بيديكي كميه كبيره من السمبوسك. من نص لفه جلاش بس هتعملي الكميه اللي انت شايفاها قدامك دي كلها، بحشوة اقتصادية جدا ومكوناتها موجودة في البيت. لما يطلبوا منك سمبوسك وما عندكيش، اتصرفي واعملي لهم سمبوسك الجلاش بأبسط وأسهل طريقة. الجلاش مش بس يا جماعة للصواني، الجلاش بنعمل منه حاجات كتيرة حلوة جدا وبتطلع بجد أكتر من رائعة. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. وما تنسيش لو انت أول مرة تزوري قناتي نورتيني، وما تنسيش تشتركي في القناة ولايكات كتير للفيديو علشان أكبر عدد من الناس تشوف الوصفة وتستفاد منها. في البداية كده معانا المكون الأساسي بتاعنا لفة جلاش، وأحب أقولك إن أنا جايبة لفة الجلاش ب15 جنيه. لفة السمبوسك دلوقتي عاملة 25 جنيه، وفي أماكن تانية بتبقى عاملة 30 جنيه. ففي البداية كده تبقى احنا موفرين جدا جدا. بفتح لفة الجلاش بقى كده وابتدي اساوي الاطراف على بعضها، وابتدي بقى بالسكينة كده او بالمقص بقطعها كده، العرض بتاعها يكون نفس العرض بتاع السمبوسك بالظبط. يعني بتبقى حوالي كده 5 أو 6 سنتي العرض بتاعها. انا هنا مش هعمل اللفة كلها، انا هاخد نص اللفة بس. طبعا اللي يعجبك ممكن تعملي نصها، ممكن تعمليها كلها، طبعا اللي يعجبك. قطعتها بقى بالشكل دوت، وبسويها كلها كده وبرصها كده على بعضها. وباقي لفة الجلاش بلفها كده رول، وبالورقة برضو كده اللي فيها بقفلها كده وبلفها، وفي كيس بلاستيك بحطها جواه واشيلها على الفريزر، بحتفظ بيها كده في الفريزر. والكمية اللي انا قطعتها لفيها كده في كيس بلاستيك او في فوطة مطبخ نظيفة. تعالوا نجهز بقى كده مع بعض اسرع وابسط حشوة، وفي نفس الوقت طعمها بيكون خطير. اي نوع جبنة علب موجود عندك خدي منه كده حوالي معلقتين كبار. مش شرط يكون نوع معين، اي نوع جبن موجود عندك. ومعايا شوية جبنة موتزاريلا وشوية جبنة رومي مبشورين. ولو مش موجودين ما توقفيش نفسك على اي حاجة، اللي موجود عندك في البيت اعملي بيه وهيطلع زي الفل. معايا بعد كده نص طماطمايه، قشري القشر بتاعها وخدي اللحم بس. نص طماطمايه كده صغير قطعيه مكعبات بس شيلي القشر منه. ومعايا شويه زيتون اسود كده او اخضر المتاح عندك، قطعيه برضو كده مكعبات صغيره خالص. ومعايا نص فلفلايه رومي، قطعيها برضو كده مكعبات صغيره جدا. ممكن تستبدلي الفلفلايه الرومي دي بفلفلايه سبايسي، هتخلي لك السمبوسك تحفه. بس انا بصراحه ما حطيتش فلفل سبايسي لاني انا معايا اطفال وبيحبوها جدا، فحبيت كده احط لهم فلفل رومي. الفلفل الرومي مغذي جدا. قلبت بقى كده الحشوه الخطيره دي تقليبه كده في قلب بعضها، تقليبه كويسه. بعد كده بجهز طبق معايا ارص عليه السمبوسك، بس اهم حاجه تكوني فرشه كده عليه كيس بلاستيك. باخد بقى كده ورقتين من الجلاش، 2 كويسين جدا، ما تكتريش عن كده ولا تقللي. باخد من الحشوة مقدار كده معلقة صغيرة، اللي هي المعلقة بتاعت الشاي. باخد كده معلقة من الحشوة واحطها كده مش على طرف الجلاش، لا جوه شوية، بحيث الطرف ده اقفله على الحشوة. وببتدي كده اقفل واحدة يمين وواحدة شمال بالشكل اللي شفتيني بقفل بيه ده. في البداية في الاخر خالص الطرف بتاع الجلاش معايا شوية مية من الحنفية، من غير نشا ولا دقيق ولا اي حاجة. ببل صباعي كده بالمية بلة بسيطة، وعلى الجلاش بقفل كده بصباعي تقفيلة كده بالراحة خالص. وبحط كده برص في الطبق على الناحية اللي انا قفلتها. تعالوا كده نعمل مع بعض واحدة تانية. باخد كده ورقتين من الجلاش، واخد معلقة من الحشوة بدخلها كده جوه شوية مش على الطرف، واخد الطرف ده اقفله على الحشوة. بعد كده اخد ناحية يمين وناحية شمال، اقفل ناحية يمين وناحية شمال لغاية ما اوصل للطرف الاخير خالص. ببل صباعي بالمية، وعلى الطرف كده اهو بحط صباعي بالمية عليه، وابتدي ان انا اقفل بالراحة خالص، وارصها بقى كده في الطبق على الناحية اللي انا قفلتها. هعمل بقى كده الكمية كلها بنفس الخطوات دي.
بصي كده بقى ما شاء الله، زي ما قلتلك ده كده نص لفة جلاش. عايزه اقولك ان من اجمل واحلى الاطباق المقبلات هو الطبق ده. بالاخص كمان كده سمبوسك الجبنه دي بتبقى بتمشي جنب اي نوع اكل. طبعا الحشوه ممكن تستبدليها باي حاجه تانية انت بتحبيها، وان شاء الله هنعمل مع بعض حشوات تانية برضو كتير، برضو بالجلاش مش بعجينه السمبوسك. انا بحب دايما اقدم لكم الحاجات الموفره والاقتصاديه، وفي نفس الوقت كده يكون طعمها حلو قوي. بعد كده بقى تعالوا مع بعض نقليها. معايا طاسه سخنه كده فيها زيت يكون غزير شويه، وابتدي كده اول ما الزيت يسخن معاكي ابتدي سمي الله، وابتدي رص كده السمبوسك، واول ما تبدا تاخد لون ذهبي كده من تحت اقلبيها على الوش التاني. ما تقلقيش خالص، مش هتطق ولا هتفتح ولا اي حاجه. مش حابه ان انت تقليها في الزيت، ممكن تدهنيها كده بالفرشه على الوشين سمنه، وترصيها في صينيه وتدخليها الفرن على نار متوسطه، وشغلي عليها الفرن من فوق ومن تحت. هتطلع برضو معاكي مقرمشه وزي الفل. بعد ما اخدت اللون الذهبي الخطير ده بالمصفى كده صفيتها تصفيه كويسه، وطلعتها على طبق فيه مناديل مطبخ. ما تقلقيش المناديل مش هتطريها، بالعكس المناديل هتشرب فيها اي كميه زيت زياده. بصي ما شاء الله الجمال ده. قليت بقى كده الكميه كلها بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوني بقلي بيها دي، وده كده الشكل النهائي بتاعها. ما اقدرش اقولك على طعمها وريحتها خطيره. وزي ما قلتلك الطبق ده يمشي كده جنب اي نوع اكل. الصيف بيحب الاكلات الخفيفه دي، فلما تعملي طبق كده كل يوم من ده موفر جدا واقتصادي. لما تعمليه كده جنب الاكل هتفتحي كده نفس اللي قاعدين على الاكل. بصي ما شاء الله كده لونها وقرمشتها خطيره. بصي بتفضل بقى كمان محافظه على القرمشه بتاعتها فتره طويله جدا، خلاف السمبوسك بتلاقيها كده بعد فتره، بعد وقت كده شويه بتلاقيها طريت معاكي، لكن دي بتفضل كده مقرمشه. بصي كده مطه الجبنه الخطيره دي جواها. جربي بقى كده طريقه السمبوسك دي وهتعجبك جدا. مش هتبطلي تعمليها بجد من سهولتها ومن مكوناتها اللي موجوده اصلا في البيت. وزي ما قلت لك ما توقفيش نفسك على اي حاجه، اي مكونات عندك اي حاجه عندك احشي بيها واعملي بيها وهتطلع زي الفل، وبالهنا والشفا.